كتمشي ان شاء الله الورقه ديال البسطيله اختي سناء. كتجي ساهله هذه الورقه، نتمنى ان شاء الله المستمعات يجربوها. خديتها سناء واحد 500 غرام ديال الدقيق، نص كيلو ديال الدقيق الفورس يكون نوعيه جيده. درت شويه ديال الملحه، تقريبا 3 المعالق ديال الزيت تكون نباتيه، والماء دافي باش جمعت العجينه. يعني العجينه ديالي خاصها تكون قاصحه، ما تكونش خفيفه وما تكونش كتلصق في اليد، حيت الا خليتوها خفيفه ولا كتلصق غادي تعذبكم في الخدمه ديالها. العجينه خاصها تكون قاصحه. صافي اختي سناء، من بعد فاش عجنت العجينه ديالي وخليتها شويه قاصحه يعني شاده في راسها، درتها كويرات تقريبا خرجوا ليا تقريبا 5 في 5 تكون شي 15 وحده. من بعد خديت الكويرات ديالي كلها 5، كناخذ الكره الاولى كنطلقها كندهنها بشويه ديال الزيت، ضروري الزيت تكون كثيره. كناخذ الكره الثانيه كنحطها على الكره اللي فيها الزيت، كندير ليها الزيت، كنحط الكره الثالثه هكا حتى كنكمل الخامسه الوجه ديالها ما كندهنوش بالزيت، كنخليه ناشف كنحطها جانبا. كندير نفس العمليه الكرات، وضروري الزيت تكون في الجناب مزيان وتكون في الوسط. صافي اختي سناء، من بعد فاش كنسالي نفس العمليه اللي درت العمليه 5 الكويرات مدهونين في الزيت الا الفوقانيه. الفوقانيه ما كندهنوهاش، كنخليوها بلا زيت. كناخذ دوك الكويرات ديالي كاملين كنديرهم نفس العمليه وكنخليهم. كناخذ الكره الاولى اللي ديجا بديت بها، وانا دايره المقله ديالي ثقيله، ديك الثقيله فاش كنطيبوا البطبوط ونسمن شاعله عليها النار وكنخليها ناقصه. كناخذ ديك الكويره الاولى اللي هما 5 كنسرحهم على شكل دائري بالدلاك، وتكون العجينه شويه رقيقه ما تكونش غليظه. ملي كنسرح على شكل دائري كنعطيها الحجم ديال المقله ديالي، كنحطها على ديك المقله، كنبقى نحركها هي بحال هكا غير حتى تنشف، ونعاود نقلبها ونخليها ثاني حتى تنشف ونشفوا ليا الجنيبات ديالها مزيان، ما نخليوهاش هكاك خضراء وما نطيبوهاش. يعني غير كتنشف لينا العجينه كنعاود نقلبوها تنشف للجهه الاخرى، كنبقاو نحركوا هذيك العجينه هكا بيدينا فوق المقله وكنحيدوها وهي سخونه اختي سناء. كنبقاو نحلوها، راه كتكون ساهله في الحلان، هذيك الزيت اللي درنا هي اللي كتجينا ساهله باش نحلو ديك الوريقات. ياك فهمتي اختي سناء؟ اييه فهمت. ديك الكوره اللي كنكونوا دلكناها حطيناها كتنشف فوق البوطه في المقله، وكنعاود نشفوها من الجهه الاخرى حتى كتنشف، ما كتبقاش لينا هكا بيضاء كتبان ديك العجينه كتشمع من جهتين يعني اييه اختي سناء. كامله حتى من الجناب ومن الوسط، وما تحاولوش نطيبوها. صافي ملي كنحيدها من فوق النار وهي سخونه كنبقى نحلها، كتكون ساهله تحل، كتبغي غير شويه الخطر. صافي كنحل ديك الكويره الاولى وكنحل الثانيه حتى كيوليو 5، دوك 5 اللي درنا. صافي نفس العمليه كنكملها في الكميه اللي عندي واللي طابت ليا واللي حليت، كنغطيها في سريبيته ونديرها في بلاستيكه باش ما تقصحش ليا. صافي اختي سناء، ملي كنكملهم كنخليهم جانبا. راه شتيها تبارك الله، راه كي جات واحد الورقه زوينه الصراحه. صافي من بعد فاش كنكملهم كنخليها جانبا، كنمشي نعمرها بواحد الحشوه. هادو البريوات عمرتهم بالحشوه اللي هي كناخذ كميه ديال البطاطا مسلوقه، كنسلقها بشويه ديال الملح حتى كتسلق، كنصفيها وكنمعكها مع شويه ديال المليحه، شويه ديال الابزار وشويه ديال الزعتر محكوك، وجوج معالق كبار يكونوا بومبيين ديال الجبن، داك الجبن الكريمي، وكنخلطهم مزيان. وكنقطع داك اللي الفيمي كنقطعو حتى هو شي شويه مربعات صغيورين، وكنخلط هاد الحشوه هادي. عرفتي انا ولدت عليها واحد شويه ديال الفرماج احمر، راه هاد الحشوه راه تاكليها غير بمعلقه. واحد الحشوه بنينه ما شاء الله جات. صافي كناخذ ديك العجينه ديالي من بعد ما ارتاحت ليا كنقسمها على نص، كل 6 الكرات كنقسمهم على نص، كيوليو عندي تبارك الله راه 12 هذيك 10، يعني كتولي عندي 10 البريضه غير في عجينه واحده ديال 5. ياك فهمتي اختي سناء؟ صافي داك النص اللي قسمنا كنعمروا البريوات ديالنا بهاد الحشوه هادي. صافي وكنخليوهم جانبا. بغات السيده تكونجليهم وتحتفظ بهم وقت ما بغاتهم راه غتقليهم، بغات تقليهم في نفس الوقت راه غادي تقليهم. انا خديت سنه لا شابلوه صوبتو غير في الدار، خديت الخبز يعني اما الباكيت او لا الداير. فين ما كان عندي الخبز كنخليه كندخلو الفران حتى كيبس وكنخرجو حتى جمعت واحد الكميه ديال الخبز، شديتها وطحنتها في الهاشوار تطحن ليا مزيان تولا ليا بحال شابلو. انا زدت عليه غير واحد المنسمات، درت معاه واحد شويه ديال البافو وشويه ديال الزعتر واحد شويه ديال الثومه بودر، خلطها مزيان
ولا عندي لا شابلور موجود، وقت ما بغيتو كنحطو في بلاستيك وكنحطو في الكونجيلاتور، ما كيخسر اختي سناء، ما كيطرى ليه حتى شي حاجه، يبقى عندك عام في الفريغو ما كيطرى ليه حتى شي حاجه، كيبقى هو. صافي خديت البريوات ديالي، سخنت الزيت ديالي، شي وحدين درتهم في هاد لا شابلور وشي وحدين خليتهم عاديين. صافي وقليتهم في الزيت، يعني من بعد ما عمرتهم هاد الحشوه ديال البطاطا شكلتهم على شكل بريوات، خليتهم بعدا في المجمد واحد شي شويه تقريبا 1 ساعه ضروري حتى شدوا لي راسهم مزيان. عاد سخنت الزيت ديالي وخديت البيض، يعني انا ما كناخذش البيض وكنغطسو في داك البريوه، ما كنغطسهاش في البيض، كناخذ ديك الشيته ديال السيليكون باش كندهنوا القرص ديالنا، كناخذ ديك البيض كندوز عليه ديك الشيته وكندهن البريوه ديالي بداك البيض وكنديرها في لا شابلو. هاد الطريقه ما كتعجش لينا البيض بزاف. صافي ودرتها في لا شابلو وكنديرهم بالزيت، والعاديين خليتهم هكاك. صافي تا تقلاو لي على جوج جهات، انا قدمتهم بالصحه والراحه، راه كتكون فيهم واحد التكميله، راه صيفط لك الفيديو اختي سناء، راه كيبقاو زوينين. غير واحد الملاحظه اللي غادي نقول للبنات، هاد البريوات من الاحسن يتكالوا في ديك الوقيته فاش كتطيبيهم، يعني ملي كيبقاو واحد شي شويه ما كتبقاش فيهم ديك التقرميله كتبقى فيهم غير واحد شويه. ولكن فاش هو فعلا المملحات يعني ملي كيطيبوا ديك الساعه وكيتكالوا يعني كيكون فرق. اختي سناء لقيتها فاش قليتيهم راه كيكونوا مقرملين، راه كيكونوا زوينين، هي كتخليهم واحد شي شويه بردوا ما كتمشي لهم ديك التقرمشه شي شويه، كتبقى ليه واحد شي شويه، ولكن كيبقاو زوينين، يعني ما كيشربوش حتى الزيت. الله يعطيك الصحه، تبارك الله. هاد الطريقه اللي درتي بحال الطريقه هكذا ديال التريد، الطريقه ديال الخدمه ديال التريد، فاش ما كنبغيوش نتمحنوا هكذا وحده فوق وحده مدهونه بالزيت. ولكن صراحه انا قبل ما نشوف الصور يعني هكذا سميتو بالطريقه كنقول زعما كيف قلتي، يعني خص العجينه بالمدلك تورق مزيان هكذا باش ما تجيش غليظه. ولكن تبارك الله يعني في الصور كتبان ورقاد البسطيله، يعني بحال مخدومه بالشيته ولا باليد هكذا واحد الحاجه انا نسيتها على حساب الورقه، ملي تبغي السيده صافي طيباتها كتاخذ الاطار الدائري وكتقاد ليها كتقاد ليها لا فورم ديالها باش تعطيها دائره مقاده، وكتحيد حتى دوك الجنيبات اللي كيبقاو هكا ما طايبينش. مزيان. صافي ما كدهنها لا بالزيت لا حتى شي حاجه، كتغطيها وتخليها. دابا هي الحاجه اللي مهمه هو هذوك فاش كتقرصيهم وتديرهم بالزيت خاصك تلقيهم ويجيو ما يعني ما غلاطش، ما يبقاوش غلاط، ما غلاطش، تجي رقيقه ما تكونش غليظه بزاف. واخا يعطيك الصحه. ربي يخليك اختي سناء. نمشيو